سيداتي انساتي سادتي، اهلا بكم في توزيع مع سيدي. واحنا بنتكلم على موضوع الحب الكبير قوي ده. تعالوا النهارده نستكشف حته كده مهمه فيه. دايما تشوفوا يعني تتفرجوا على اصحابكم كده او على نفسكم تلاقوا يا اخي وانت كل شويه تقع في نفس النوع ده، البنت اللي هي مش عارف ايه بتعذبك ازاي، هو انت ما بتجيبيش غير دول اللي هم مالهم ايه الحكايه اللي بتحصل دي؟ في سبب مهم جدا عشان بتحصل الحكايه دي، او يعني اعتقد يعني ان هو ده ان انا فاهم صح. انا هقول لكم النظريه وانتوا بقى اعملوا بيها اللي تعملوا. دلوقتي احنا متفقين المفروض يعني ان حضرتك روح جاي الدنيا دي عشان تمشي في طريق، فاكرين خط اتوبيس والحاجات وكده، ومتفقين ان انت لو الدنيا لهتك لخمتك، بصصتك على الحاجات الغلط، بصتك على العصافير الكتير قوي بتحصل، الايجو بتاعك شبك في حاجات عادي يسحلك وراه، انت ما بتعرفش تمشي في الطريق بتاعك. تعالى ناخد الكلام ده نحطه على الموضوع بتاع الحد اللي كل شويه يقع في مش عارف مين، الواحده اللي ما بتجيبش غير الناس اللي بتعذبها مش عارف ايه. هنفترض برضو ان احنا متفقين ان اصلا احنا ليه بنقع في الحب؟ عشان لو في سبب اصلي احنا عشانه في الدنيا، وعشان نتعلم فنرتقي فيبقى فرصنا في السعادة اكبر بعد ما نمشي، يبقى احنا كمان بنقع في الحب وبنعمل كل زي ما بنعمل كل حاجة تانية عشان نفضل تحت نفس المظلة دي. فاحنا بنقع في الحب عشان نرقى، عشان يبقى عندنا فرصة اكبر ان احنا نروح في مكان احسن لما نمشي. طيب لما حد كل شوية بقى يقع في الحب مع شخص الناس بتسميه غلط، ليه؟ ايه اللي غلط بالظبط؟ ازاي حد عمال يقع في الحب مرة وبعد مرة بعد مرة مع نفس التركيبة اللي غلط بالنسبة له؟ وازاي اصلا بتتكرر نفس التركيبة ما دام التركيبة دي غلط عشانه؟ حاجة عجيبة صح؟ في تقديري عارفين بتسمعوا كلام كتير عن، احنا اتكلمنا عنه يعني من بعيد كده مرة، عن اللو اوف اتراكشن، قانون الجذب. قانون الجذب عند ناس بيفهموه على انه انت بتجذب بتاتراكت الحاجه اللي انت بتفكر فيها. فانت لو بتفكر في النجاح وفي السعاده وفي الحب وفي مش عارف ايه، وافكارك جوه راسك كده لو طلعناها هنلاقي كلها عصافير وبتاع وورد وفراشات وكده، هتبقى انت حياتك عامله كده. ولو انت عمال تفكر في الكآبه وقله البخت والبخت المايل والمش عارف ايه، الحاجات دي هي اللي هتحصل لك. ما علينا من الموضوع ده دلوقتي، مش عايزين نتكلم عليه، بس عاوز اخد منه الطريقه اللي انا بشوف بيها ازاي قانون الجذب ده بيشتغل في اللي احنا بنتكلم فيه ده. دلوقتي حاسس ان مفيش غير حل من اتنين، لان يكون حد بيقعد يجذب نفس الناس اللي غلط عشانه دول. اولهم ان الكون بيعاقبه بيعذبه يعني عايز يبقى بيخبطوا على نفوخه. وطريقة تانية، الطريق التاني هو ان الكون بيعمل له، بيوري له الحاجة اللي هو محتاج يتعلمها عشان يرقى. طيب هنفترض ان الكون مش عايز يعاقبك ولا حاجة ويعذبك ولا حاجة، فهيبقى فاضل لنا طريق واحد، ان انت بتجذب الناس الغلط عشان في حاجة انت لازم تعلمها. طيب ايه بقى اللي انا المفروض اتعلمه واتعلمه ازاي؟ تخيل نضرب مثال مثلا اولاني، نقول مثلا حد في ناس كده شخصياتهم بيبقى عامل نفسه ايه، يعني حاسس ان هو منقذ، انا منقذ الناس اللي هي ضايعه. فالشخص ده دايما تلاقيه بيجتذب الناس الضايعه دول.
طب والناس الضايعه دول لما بيكتذبوا بيحصل ايه؟ بيحصل انه بيقعدوا يمصوا دمه. يعني هو ما بيبقاش القصه دايما ما بتبقاش قصه سعيده. يعني ما بيبقاش بقى الراجل ده ماشي بيلمس بقى الناس الضايعه فيبقوا سعداء ومبسوطين وهو يبقى سعداء ومبسوطين. لا، بتبقى قصه حب، بتبقى قصه حب عنيفه، ويبقى في مش عارف ايه، ويبقى في كده وبتاع، وهو بيتعب في اخرها، والطرف اللي هو المفروض بينقذه ده بيتعب في اخرها برضه. طيب الراجل ده لو انت شايف ان انت منقذ من يحتاج انقاذ، ان انت منقذ البنت دي، ان انت منقذة الولد ده اللي هو حياته بايظه ومش عارف ايه وشغله متدمر وفلوسه مش عارف مالها وبتاع وكئيب ومربي دقنه وقاعد يشرب حشيش طول النهار وحالته كرب، وانت بقى حضرتك هتنقذيه. مين اللي بيقول لك ان انت هتنقذيه؟ الانا بتاعك. مين اللي بيقول لك ان انت ممكن تنقذ البنت اللي برضه حياتها خربانه تشرب حشيش طول النهار برضه؟ برضه الانا بتاعك. الانا بتاعك يصور لك انك انت منقذ من يحتاج انقاذ، ويقول لك انت على فكره المفروض تفضل قاعد في العلاقه دي لانك انت القادر على انك تنقذ هذا الشخص. حضرتك طبعا غير قادر على انقاذ اي حاجه اساسا اصلا من وجهه نظري. يعني من وجهه نظري الوحيد اللي يقدر ينقذ كل الناس، عشان هو الوحيد اللي يعرف كل الناس بينقذوا بايه، وهو الوحيد اللي يعرف كل الناس بينقذوا بايه ومين اللي يقدر ينقذهم، وهو الوحيد اللي يقدر يجيب الناس في طريق بعض عشان ينقذوا بعض، هو الله رب العالمين برضو الوحيد اللي يعرف كل الناس. لو انت بقى تعالوا قارنوا بين الاثنين شخصيات دول. اول شخص شايف ان هو المنقذ، يعني الانا بتاعه هو اللي سايقه في العلاقات دي كلها، والشخص ده نفسه تعالوا نخليه هو نفس الشخص بس في مرحله تانية من حياته بعد ما الحكايه دي قعدت تحصل له كتير بعد ما شاف الحلقه دي راح قايل الله 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 انا طلعت على فكره بستهبل، انا مش منقذ حاجه خالص. انا دلوقتي كل اللي هعمله ان انا لو وقعت في الحب مع حد طبعا اقدر اساعده في حاجه هساعده، في حاجه انا اعرفها هو ما يعرفهاش هعلمها له، وبعدين مش هبقى متعلق بنتيجة بتاعت ان الشخص ده هيتم انقاذه على يدي، لان انا فاهم ان الراجل ده او الست دي لو تم انقاذهم يبقى هيتم انقاذهم بامر الهي عن طريق نفسهم. انت الوحيد اللي تقدر تنقذ نفسك. طب امال انا في القصة دي ليه بقى؟ يعني انا دوري انا كومبارس يعني؟ لا، انت مش كومبارس. انت حضرتك بتجتذب الناس اللي محتاجين انقاذ في المثال اللي احنا بنتكلم عنه ده، ويسري الكلام على كل الامثله التانية. انت بتجتذب الناس دول عشان انت تعرف ان ده الدرس بتاعك انت، ان انت على فكره مش انت اللي بتنقذ، ان انت على فكره زي ما انت مش معرفتش تجيب لنفسك العلام اللي انت تعرفه اللي انت فاكر نفسك بتنقذ بيه، انت كمان لازم تحمي نفسك من الوقوع في فخ، في خطيئه انك تفتكر ان انت تقدر تغير في مصائر العباد ايا كانوا هم مين. طيب تعالوا عشان نشرح احسن شويه، تعالوا نروح عند ازاي مثلا، تعالوا نروح عند في علاقات كتير جدا في الدنيا تلاقي العلاقه ماشيه كويس، وبعدين في طرف مش في علاقات كتير، ده تهيألي في 99% منها، وال1% ده بس هم الناس اللي بيعدوا يعني عشان ايه؟ عشان فهموا الكلام ده. اعتقد تلاقي دايما شخص قاعد يطلب من شخص تاني حاجه طول الوقت. واحد مثلا متجوز ست وبعدين يقول لها انت مش حنينه كده عليا، انا عايز حنيه، انت ليه مش حنينه؟ ما تشوفي كده مالك، ما تروحي الدكتور تشوفي كده انت مالك قلبك مقفول كده ليه؟ ايه مشكلتك؟ واحد ست دايما عايزه جوزها انا عايزاك كده، انا عايزاك كده تحبني يا اخي، انا عاوزاك يا اخي تاخدني كده ونتفسح، انا عايزه نعمل انشطه مع بعض، انا عايزه، وهو يروح بص لها كده انا مش عايز. طب والتانيه تروح بص له كده طب انا ما بحبش اعمل كده، عايز مني ايه؟ مش فاهم ايه المشكله اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل في الحته دي؟ بصوا بيحصل ايه. بيحصل انه الانا بتاعك لقاك عندك مشكله. انت دلوقتي متضايق، انت عايز مراتك تطبطب عليك، انت عايزه جوزك يقول لك كلام حب كويس، فما بيحصلش كده، فيروح قايل لك اوبا تعالى الحق، ايه يا معلم ده عايز يحميك، ما تنساش الانا دايما عايز يحميك، يقول لك الحق دي ما بتعملش، الحقي ده ما بيعملش، ويروح رايح على الشخص التاني يبدا
يرمي طوب عليه، بصي مش عارف ايه، بص الحاجات دي برضو اتكلمنا عليها في كذا حلقه قبل كده. طب هو القلم بتاعك بيعمل ايه دلوقتي؟ بيغير لك الموضوع من موضوع يخصك انت. في كل قصه بتقع فيها في الدنيا في حاجه ليك انت بسببها انت وقعت في الحكايه دي. عشان كده حضرتك ما بتقعش في الناس الغلط ولا حاجه، انت اللي بتشدهم ليك اصلا. وبتشدهم ليك مش عشان تتعاقب، بتشدهم ليك عشان الكون، عشان الله اللي خالق الكون مصمم الكون بحيث انه يعمل لك حاجات يوريك بيها عيبك انت. فانا دلوقتي لقيت نفسي انا متجوز الست دي وعندي عندي حاجه لحنيه وطبطبه ومش عارف ايه. فبدل ما اروح اكلم الست واقول لها انت مش عارف عندك مشكله، انت قلبك مقفول، انت ما بتطلعيش حنان، انت ما بتطلعيش امان، مش عارف ايه، انت بروطه، انت كئيب، انت مش عايز تعمل مش عارف ايه. الاول قبل ما اكلم الناس لازم اخلص شغل عندي انا. تروح رايح بقى عندك انت، هتلاقي ايه عندك انت؟ هو انا اصلا ليه محتاج ان حد يطبطب عليا على طول؟ انا عندي مشكله ولا ايه؟ طب استنى نفكر في الموضوع ده. تروح بقى الدكتور نفساني، تروح تعمل كوتشنج مع حد، تروح تقعد تقرا على الانترنت، تقعد تفكر، تقعد تتامل، تقعد مش عارف ايه. ده انا ممكن بقى توصل لحاجات، او حتى لو ما وصلتش حاجات مش مهم. المهم ان انت تعي ان انت اللي عندك حاجه، انت اللي عندك خرم ما وانت اللي عايز تسده. شغلة الاخرين مش ان هم يسدوا خرامك، شغلة حضرتك انك تسد خرامك. عارفين لما بتسمعوا حكايه بتاعت ان على فكره من الجرائم اللي حصلت في البشريه النهارده، ان السينما العالميه يعني صورت للناس انه الحب ايه، والادبيات طبعا وبتاع، ان الحب هو نصين بتوع حاجه بيكملوا بعض. لا يا حبيبي، الحب مش نصين. عشان الحب بتاع النصين حاجه يكملوا بعض، معنى كده ان كل واحد في دول عنده شويه فلل حاططهم سادد بيهم الاخرام بتاعه الفلل يعني كل واحد عنده فلل بيسد بيها اخرام التاني. دي علاقه غير سويه. تعمل ايه؟ ممكن تمشي على فكره، ممكن يبقوا سعداء جدا وعايشين مع بعض ومبسوطين وكل حاجه، بس دي علاقه ما تساعدهمش في اللي اصلا هم الاثنين جايين الدنيا عشانه، اللي هو ايه؟ ان هو حضرتك جاي الدنيا هنا عشان روحك تاخد فرصه اكبر، فرصه للارتقاء، فرصة أحسن إنها تروح في مكان أحسن بعد ما تمشي من هنا. لما تروح تبص على نفسك وتقول أنا ليه عندي الحكاية دي، وتفهم إن أنت ليه عندك الحكاية دي، ويا حبذا كمان لو تعرف إن أنت مش مفروض أصلا تحتاج الشخص اللي أنت بتحبه ده، أنت المفروض تحبه بس. برضو رجعوا افتكروا كل الكلام اللي قلناه عن الحب، إن الحب أصلا حاجة عن العطاء. إزاي أنت بتحوله لحاجة عن الأخذ؟ ازاي انت بتحول الحب الى حاجه بتسد خرام في نفسك انت؟ في مشكله امك عملتها لك لما بالطريقه اللي هي حبتك وانت صغير، في مشكله ابوك عملها لك بالطريقه اللي هو كان بيحبك وانت صغيره. انت جاي تلقي الحكايه دي كلها على عاتق طرف تاني ليه؟ ما تخلصها بينك وبين نفسك. افهمها، استوعبها، اعرف هي حصلت ازاي، صالح الحكايه دي عشان ما تكررهاش مع اولادك. سامح امك وابوك لان هم ما كانوش يعرفوا احسن من اللي هم يعرفوه، هم ما كانوش يعرفوا ان هم بيسببوا لك مشكله، هم بيحبوك برضه بس هو طريقتهم في الحب. برضه راجعوا المواضيع اللي اتكلمنا فيها، ازاي الاهل بيتصوروا، بيبقى عندهم خوف وما بيعرفوش، ما عندهمش هم اكسس، مش عارفين يوصلوا للحب بتاع نفسهم ده، فكل اللي عندهم بيلاقوه خوف عليك فبيطلعوا خوف، والخوف ده يأذيك بقى ما يأذيك، ما هم ما يعرفوش. فانت لما تمشي في الحكايه دي تشوف نفسك احسن، تشوف اخرامك دي، تسامح اهلك عليها، وبعدين تروح تحس ان انت خلاص انا ما بقيتش، على فكره انا مش محتاج منك حاجه، انا بقيت في حد ذات نفسي كده متصالح مع الخرم بتاعي. انا بقى عندي الخرم اللي عندي في نفسي ده انا بقيت متصالح معاه، انا عارف هو جه منين وانا قابله، زي ما انا قابل مناخيري وزي ما انا قابل سناني وزي ما انا قابل وداني وزي ما انا قابل نفسي من بره، انا هقبل نفسي من جوه بكل جرالها. وبعدين وتقعد بقى في العلاقه انت ماشي وانت محتاج حاجه دايما، وانت قصدي عايز حاجه عشان تبقى سعيد، وانت عندك تصور في راسك عن المفروض يبقى شكل العلاقه عامل ازاي. يفضل الراجل ده قاعد طول عمره نفسه مراته تيجي تقعد في حضنه كده تطبطب عليه، ويفضل الست دي طول عمرها عايزه جوزها يقول لها يلا نروح نتفسح ويلا نروح نسافر ويلا مش عارف ايه، ويفضلوا عايشين كده على طول. لا، بس اول ما انت تخلص الموضوع بتاعك تروح رايح بقى للطرف الثاني، مش تقول له انت عندك مشكله مسببه لي مشكله، المشكله بتاعتي بتبدا عندي انا. لان واحد تاني يعني مثلا في دلوقتي الامثله البسيطه بتاعت مثلا في ست دي بتدخن،
فبتدخن بتنفخ دخان عليا، انا عندي حساسيه من السجاير فبكح، فبقول لها ما تنفخيش دخان عليا. الراجل ده بيشغل التكييف وبيوطيه خالص وانا بسقع، فاقول له يا راجل لو سمحت، دي حاجات سلوكيات بتتغير. بس انت ما ينفعش تروح لواحد، تروح لواحد تقول له انت ما بتطلعش مشاعر. طب لو الواحد اللي ما بيطلعش مشاعر ده راح اتجوز واحده ما بتطلعش مشاعر برضه، هما الاثنين مش هيبقوا حاسين ان في مشكله، صح؟ يبقى الموضوع ده انت حاسس بمشكله مش عشان هو مش عشان هي ما بتطلعش مشاعر. انت ما عندكيش مشكله مش عشان هو مش مغامر ومش بيحب يتفسح لا، انت عندك مشكله لان انت طبيعتك غير طبيعته. ساعتها بقى تلاقي نفسك رايح تفكر في الموضوع الاصلي. الموضوع الاصلي بتاع ايه؟ بتاع ان حضرتك متجوز الست دي، والست دي ما عندهاش حاجه انت مش محتاجها، لا ما عندهاش حاجه تسعدك. فتروح قاعد مع نفسك كده، احنا هنعمل ايه في الحكايه دي دلوقتي؟ وتروح قايل لها انا دلوقتي عندي مشكله ان انا انت مش مطلوب منك حاجه خالص على فكره، انا اللي باخد رايي كاني بكلمك عن ناس تانيين خالص. انا دلوقتي عندي احتياج، عايزين نشيل كلمه احتياج بس عشان ما تلخبطناش، هو بيفضل شكله احتياج برضه بس عشان ما نتلخبطش. انا دلوقتي عشان ابقى سعيد انا عايز ابقى في علاقه بتمشي بديناميكيه مختلفه عن اللي عندنا ده. انا عاوز ابقى متجوز ست تنامني في حضنها وبتاع وتقعد تطبطب على شعري، انا موضوعي كده. تانية تروح للراجل تقول له انا عندي مشكله، انا محتاجه ابقى مع حد من اللي بيلفلف في جبهي. ويروحوا الاثنين عند اللحظه دي. مفيش بقى، خلوا بالكم اللي بيحصل في العادي اتهامات. هو تقول له بقى انت ما بتعملش، ولا يعني انت اللي ما بتعملي، ما انت مش عارف ايه، ولا والايجو تخش في خناقه مع بعض ويحصل الموضوع على ما فيش، ويقعدوا كده مش بقى خناقه، لا ده ممكن يقعدوا كده 15 20 سنه قاعدين يعملوا كده. انا في واحد صاحبتي مثلا كانت متجوزه بقى 15 سنه، كل سنه عمره ما جاب لي كارت في عيد ميلاد. هو ما بيجيبش، مش هيجيب. انت عاملي مع الواقع كده، هو ده ما بيجيبش، هو دي ما بتطلعش، هو دي ما بتطبطبش، هو ده ما بيخرجش، هو نوعه كده، خلقته كده. انت لما تروحي بقى بمشكلتك، انا عندي مشكله على فكره، هو يروح بقى ياخد الموضوع ده كله. لو هو يعني بيذاكر نفس المذاكره بتاعتك، لو هي بتذاكر نفس المذاكره بتاعتك، هو انا ايه مشكلتي؟ انا مشكلتي ان انا ما بخرجش، فمش عارف ايه، فده تسبب في ان انا العلاقه اللي بيني وبين الست دي هتبوظ. طب وانا اعرف اعمل حاجه في الحكايه دي؟ انا اعرف. طب اجرب كده، طب كويس كده، ايه ده انا بقيت مبسوطه خلاص، طفوها. طب انا في حاجه، لا ما انا ما اعرفش، انا مش جاهز الحكايه دي، انا مش قادر على البتاع ده، انا مش في الرحله دي اصلا، انا بتاع فلانه انا اسف انا ما اقدرش اعمل لك اللي انت عايزاه، فلان انا مش قادر. طب نعمل ايه؟ فرصه سعيده جدا، كتر الف خيرك، كانت بحياه ظريفه، اتمنى نبقى اصدقاء الابد، السلام عليكم، وروح ماشيين في سلام وخلاص. بدل ما بنغير الموضوع من الانا بتاعك يقعد يشاور لك على الطرف الثاني يقول له هو ماله، لا الانا بتاعك ده تسكته، وحضرتك تبص على نفسك في المرايه. انا عندي مشكله في ايه؟ انا محتاجه اتقبل ايه؟ انا محتاج في مثلا، معلش طولت شويه بس خدوا مثال كمان عشان الحكايه تستوي كده. تخيلوا مثلا حد ايه، لا مش تخيلوا حد، انا بتصور في كل الاحوال الحكايه دي تمشي. اول حاجه تعملها قبل ما تمشي من اي علاقه لو عرفتها، انك تجرب الاول تحب شخص بس. احنا دي حاجه عمالين نتعلمها عن الحب من اول ما جبنا سيرته، وهنفضل نتعلمها عن الحب لحد ما نبطل كلام عنه. الحب عن العطاء، الحب عن ان انت تعرف تحب من غير ما تستنى حاجه، تعرف تحب من غير ما تحتاج حاجه. ده الاول الاصلا، عشان الغرض من وراء قصه الحب يحصل اصلا. فانا الاول قبل ما امشي انا هحاول احب الشخص، احب عيوبه، احب الشادو بتاعه، احب السواد بتاعه، احب الظل بتاعه، احب القفا بتاعه. كل حاجه في الدنيا ليها قفا. انا احب انا مش هبلع الحاجات، انا مش هعصر عليه ليمونه، لا انا احبه وانا هقبله زي ما هو. افتكروا الرحله دي بدات فين؟ الرحله دي كلها بدات بان انا بحب نفسي فهقبلني زي ما انا. لما تحب نفسك وتقبلك زي ما انت هتلاقي نفسك بدأ، فاكرين الكلمة دي تحديدا؟ مش هتعرف تحب حد اصلا من غير ما تحب نفسك. لو قبلت نفسك زي ما انت هتلاقي نفسك قبلت الناس زي ما هو. وبعد ما قبلت الناس زي ما هو اوعى تنسى، انت الحب مش شغلته ان انت تقعد تنزف فيه، لا شغلته ان انت ساعتها هتروح بعد ما انا بحبك جدا على فكرة بس انا مش سعيد وانا عايش معاك. انا بحبك جدا على فكره بس انا ما اقدرش افضل مراتك، انا ممكن ابقى صاحبتك ونبقى ظراف قوي. انا بحبك جدا على فكره بس تعالى نبقى اصدقاء واحنا بنربي عيال بتوعنا دول مش عارف ايه. بس ما يبقاش حد بيغير الموضوع وبيرمي على التاني حاجه قبل ما هو يعمل شغله. بعد ما تعمل انت شغلك، بعد ما تجاوب على اسئلتك، بعد ما تسد خرامك، بعد ما تتعلم اللي انت المفروض تعمله، تروح رايح بقى للشخص التاني قايل له انا وانا مكتمل مع نفسي
مش مرتاح جنبك، انا وانا مكتمل مع نفسي مش مرتاح جنبك، فانا للاسف مضطر امشي. بحبك جدا، سلام عليكم. تهيألي واضحه يعني. اشوفك حاجه ان شاء الله. سلام عليكم.